إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. إذا هبت الرياح، رياح الخير، رياح الإيمان، لا تقول أنا مشغول، أنا خلاص هبت رياح فيها خير لك، في طاعة، في صدقة، انفتح لك باب دعوة، باب خير، باب عمل صالح مما هو موافق للكتاب والسنة، لا تتأخر، لأنها قد لا تأتي مرة. كذلك شعورك في ليلة شعرت صليت ركعتين، مثلا بعض الناس يصلي ركعتين ثم الشفع والوتر، يعني 5، صليت ركعتين وشعرت تلك الليلة بانشراح صدر، بأنك خشعت، لا تنقطع، لا تقول أنا مثل العادة فأصلي ركعتين، صلي صلاة الليل لأنها قد لا تأتيك مرة ثانية. وقال ابن عمر ليت لي ركعتين متقبلتين. لذلك هنا أدخر كثرة السجود ليوم القيامة، يوم الفزع الأكبر. هذه يجب أن ننتبه ونقف عندها، ندخر، تشعر أنت أن تعمل العمل الصالح تدخره ليوم القيامة. هذا يعطيك عدة معاني. أولا ترسيخ الإيمان باليوم الآخر، هذا بدخره ليوم القيامة. حال الإنسان يعمل العمل يقول أنا أديت الواجب، لكن ما يأتي في باله أنه يدخره ليوم القيامة، أنه يعمل ليوم العرض، يعمل لأجل الموازين حين تنصب، يعمل للقاء الله جل وعلا. هذا معنى زائد يقوي ركن الإيمان الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. ركن الإيمان اليوم الآخر يأتي بما تعود نفسك عليه. في كثير يطيعون الله جل وعلا ويعملون صالحا، لكن استحضار وهو يعمل ما يكون في اليوم الآخر هذا قلة. لذلك قال بعض التابعين أو تبع التابعين للحسن البصري رحمه الله، قالوا له، قد أدركوا بعض الصحابة، قالوا لقد رأينا التابعين أكثر عبادة من الصحابة، فبما سبقهم الصحابة؟ قال الحسن هؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم، والصحابة تعبدوا والآخرة في قلوبهم، فهذا الذي رفع أولئك.